ازيكم؟ هنعمل النهارده مع بعض واحدة من أحلى وصفات الكيك اللي أنا باحبها، يعني تقدروا تعتبروها إن هي كيكة يومية تنفع تعملوها طول السنة، بس خصوصًا طبعًا في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي من السنة، في الشتا والبرد ده ما فيش أحلى من كوباية شاي وجنبها كده قطعة من الكيك، يعني وخصوصًا لو الكيك اللي إحنا هنعمله النهارده بجد هتحسوا إن أنتم بتاكلوا كيكة إسفنجية. بس قبل ما نبتدي الفيديو أتمنى لو في أي حد متابعنا لأول مرة وعجبه الفيديو أتمنى إن هو يعمل سبسكرايب، يشترك معانا في القناة ويعمل لايك ويفعل الجرس علشان يجيله كل جديد، ويلا بقى نبتدي على طول. كالعادة هسيب لكم كل المقادير بالجرام وبالكوباية بالتفصيل في صندوق الوصف. أول حاجة هتكون معايا هي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، عليهم شوية من الفانيلا وربع معلقة صغيرة من الملح أو 1 جرام من الملح. عندي كمان كوباية أو كوباية إلا معلقتين كبار، بالجرامات هيكونوا 180 جرام من السكر، دول سكر عادي خالص مش سكر باودر ولا أي حاجة، وهنقسمهم لنصين وهقول لكم إزاي كمان شوية. بالنسبة للمواد الجافة فدول كوباية زائد معلقتين كبار من دقيق الكيك، بالجرامات هيكونوا 140 جرام، وعليهم معلقة وربع صغيرين من البيكنج باودر. بالنسبة للمواد السايلة اللي عندي بقى في الكيكة فعندي نص كوباية أو 120 جرام من اللبن، لبن حليب، وعليهم 70 جرام من الزبدة أو 5 معالق كبيرة من الزبدة. قبل ما نبتدي نحضر الكيكة بتاعتنا هنبتدي نحضر القالب اللي احنا هنخبز فيه الكيك. للمقادير دي أنا مستخدمة قالب 20 سنتي أو 8 إنش، وأنا ما بدهنش القالب خالص، أنا بس دهنت الأرضية بتاعة القالب، حطيت فيها ورقة من الزبدة علشان أقدر أطلع الكيك بعد كده بسهولة، لكن بالنسبة للجدار بتاع القالب أنا ما دهنتوش بأي حاجة خالص. أنا محتاجة عندي إن الكيك يلزق في القالب علشان الكيك عندي قوامه إسفنجي جدًا، يعني هتحسوا بجد إن هي كيكة إسفنجية، فأنا محتاجة إن هي تبرد وهي بالشكل ده علشان الكيكة ما تهبطش في النُص، أوكي؟ هاضيف البيكنج باودر على الدقيق اللي عندي، وأنا كنت already ناخلة الدقيق أكتر من مرة قبل كده، فما تعملوش skip لخطوة نخل الدقيق، مهم أوي إن أنتم تكونوا ناخلين الدقيق قبل كده. لو ما كانش عندكم دقيق الكيك فالبديل إن أنتم لكل كوباية من دقيق كل الأغراض تشيلوا منهم معلقتين كبار من الدقيق وتستبدلوهم بالنشا، هيكون عندكم بديل ممتاز لدقيق الكيك. فاكرين بقى كمية السكر اللي إحنا قُلنا إن إحنا هنقسمها لنُصّين، هناخد تقريبًا نُص كمية السكر دي اللي هي 100 جرام من السكر أو نُص كوباية من السكر، هنضيفهم مع اللبن الحليب والزبدة وهنسخّنهم، مش عايزاه يكون سُخن أوي اللبن ولا أي حاجة، كل اللي أنا محتاجاه إن أنا أتأكد إن كل كمية السكر والزبدة دابت عندي، وفي الوقت ده بقى هنبتدي إن إحنا نخفق البيض. هاخفق البيض في الأول بس مع ذرة الملح اللي إحنا قُلنا عليها لغاية ما يتكسروا كده شوية، وبعدين هابتدي أضيف كمية السكر اللي متبقية عندي اللي هم 80 جرام من السكر بالتدريج حبة بحبة، وأهم حاجة إن أنتم ما تعلّوش سرعة المضرب اللي أنتم بتستخدموه، أنا محتاجة السرعة تكون يعني هادية لوسط لغاية ما أتأكد إن السكر عندي داب تمامًا، ممكن ساعتها ترفعوا درجة الخفق أو سرعة الخفق عندكم يعني درجة كمان، لكن أبدًا، أبدًا ما تخفقوش على سرعة عالية أوي، أوكي؟ أنا مش محتاجة إن أنا أعمل فقاعات كبيرة من البيض، لإن ده برضه هيسبب إن الكيكة تهبط عندي، أوكي؟ كل اللي أنا محتاجاه بالضبط كإني باعمل كيكة إسفنجية بالضبط، إن أنا لمّا أرفع المضرب كده أقدر أكتب رقم 8 على وش الكيك، وتفضل ثابتة حوالي ثانيتين ل3 ثواني، كده هيكون عندي خليط البيض وصل للكثافة المطلوبة. في الوقت ده بقى هابتدي أجيب المواد الجافة اللي هي الدقيق والمواد السايلة اللي إحنا already كنا دوبناهم على النار، وهابتدي أضيفهم بالتدريج بالتبادل، هابتدي بالدقيق وأنتهي بالدقيق، هاضيف الدقيق على 3 دفعات والسوائل على دفعتين، يعني هابتدي أضيف تُلت الدقيق في الأول وبعدين وأخلط، وبعدين هاضيف نُص كمية السائل، وبعدين هاضيف التلت التاني من الدقيق، وبعدين باقي كمية السوائل، وهانتهي بباقي كمية الدقيق. لو كنتِ لسه بادئة جديد في موضوع الكيك ده وخايفة إن أنتِ يعني تهبّطي الكيك، لأ استخدمي spatule في تقليب الدقيق والسوايل، وأنا كده في الآخر باسكيب الويسك للspatule، يعني باغيّر الويسك وبابتدي أستخدم spatule علشان أتأكد إن أنا خلطت كل حاجة كويس أوي، أوي مع بعض، وكده خليط الكيك هيكون جاهز عندي. وعلشان يطلع الكيك عندي leveled كده ومتساوي ما يعملش الضَم أو القُبّة دي اللي بنتضايق منها كُلّنا، فأحسن حاجة إن أنتم تستخدموا الstrap ده بتاع الكيك، هو strap كده أو حزام مخصوص للكيك لقوالب الكيك،
كل اللي هنعمله ان انا هاخد السكراب ده انقعه قبلها بفتره في كميه من الميه، ولو ميه ساقعه بارده من التلاجة يبقى احسن كمان. وهلفه حوالين قالب الكيك اللي انا هخبز فيه الكيكه. الفكره ان القبه دي بتتكون علشان الجدار بتاع الكيكه لانه معدن فبيسخن اسرع بكتير من نص الكيكه، بيوصل له حراره اسرع، فبيمنع الكيكه ان هي ترتفع من الجوانب وبترتفع اكتر من النص. وظيفه الحزام ده ان هو يبرد لي الجدار بتاع الكيكه، فتبتدي يعني تترفع مع بعض في الفرن بالتساوي، فتطلع الكيكه ليفل كده ومتساويه. لكن لو ما كانش متوفر عندكم فالبديل ان انتوا تستخدموا كلينكس بتاعت مطبخ، انقعوها في ميه تكون بارده وغلفوها بورق فايل ألمنيوم فايل يعني، ولفوها حوالين قالب الكيك، برضو هتديكوا تقريبا نفس الفكره بتاعه السبريد ده. هصب الكيك عندي في القالب وهدخله على فرن اوريدي محقق درجه حراره 180 لحوالي من 30 ل 35 دقيقه. اول ما هطلعه من الفرن شايفين هتلاقوا الكيكه ليفلد، مش عامله القبه اللي بقول لكم عليها دي. كمان هتلاقوها لازقه في الجدار بتاع الكيك، لو كنتوا دهنين الجدار بتاع القالب هتلاقوا ان هي فصلت عن الجدار وانكمشت كده على نفسها في النص، وهتلاقيها كولابس او هبطت شويه. انا مش عايزه كده، علشان كده ما دهنتش القالب بتاعي. هسيبوها تبرد زي ما هي كده في القالب، ما تحاولوش تخرجوها لغايه ما تتاكدوا ان هي بردت تماما تماما. بسباتيول لفوه حوالين جدار القالب هتطلع معاكم بكل سهوله. يعني بصوا بقى القوام بتاع الكيك قد ايه. بصوا يعني المسامات يعني متساويه، القوام بتاعه اسفنجي جدا جدا جدا، هتحسوا بجد ان انتوا بتاكلوا كيكه اسفنجيه مش كيكه دسمه ابدا. ولو رشيتوا عليها كمان شويه من السكر الباودر بجد طعمها بيكون قريب جدا جدا لطعم الانجل فود كيك. يعني الانجل فود كيك واحده من اخف الكيكات اللي ممكن تاكلوها في حياتكم، بجد طعمها بيكون قريب قوي 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 ليها من كتر ما هي قوامها هش واسفنجي جدا جدا جدا. يعني بصوا يعني بالظبط عامله زي السفنجه، بصوا لو ضغطتوا عليها هتلاقوها بترجع تاني. بصوا رهيبه بجد. وانا زي ما قلت لكم السمك بتاعها كده بالنسبه لي كان مناسب جدا لقالب 20 سم. لو حابين ان سمكها يكون اعلى من كده ممكن ان انتوا تستخدموا كميه خليط اكتر للصينيه دي، او ان انتوا تستخدموا قالب اصغر حسب ما انتوا حابين. انا بالنسبه لي كده السمك كان مناسب جدا جدا. وبس كده. دي كانت وصفتنا النهارده، عملنا كيكه يوميه جنب الشاي في البرد ده. اتمنى ان انتوا تجربوها، ومتاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم جدا وهتعتمدوها كيكه هتعملوها طول الاسبوع. جربوها واتمنى ان هي تعجبكم. لو عجبتكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت، وميرسي لكم كلكم، واشوفكم في فيديو جديد.